السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني مع بعض أعزائي طلاب أولى إعدادي لاستكمال المراجعة النهائية. دلوقتي هنروح لسؤال read and complete the text with the words in the box. يعني هنقرأ القطعة ونكمل من الكلمات اللي موجودة في البوكس. طبعا لما بنيجي نحل السؤال ده أول حاجة أفكر فيها إني لازم أترجم الكلمات. عندي heritage تراث، preserved يعني حفظ، ceremony طقس احتفالي أو مراسم، برايد فخر، وبراود يعني فخور. طبعا برايد ده اسم وبراود صفة. Will people all over the world watch the amazing Pharaoh's golden parade. ناس في كل أنحاء العالم كانت بتتفرج على مهرجان أو موكب المومياوات الذهبي، الفرعون الذهبي on television في التلفزيون or online أو حتى على الإنترنت. The parade was الموكب كان not just ما كانش فقط ايه it was a message لكن كان رسالة to the world that Egypt has ان مصر عندها رسالة للعالم ان مصر عندها. وبعدين قال لي it's history تاريخها مع وبعد كده قفل النص ب Egypt will continue protecting مصر هتستكمل طريقها في الحفاظ على للأجيال القادمة. طبعا الواضح انه الموكب بتاع المومياوات لم يكن مجرد سيرموني، كانش مجرد احتفال، يبقى الإجابة هتكون number 1 ceremony. واو. number 1 هيبقى ceremony. number 2 هيبقى Egypt has مصر عندها. طبعا has دي معناها ممكن تكون معناها يملك وممكن تكون جزء من زمن مركب اللي هو زمن المضارع التام، فطبعا هتبقى has preserved مصر بتقدر تحفظ أو تحافظ على تاريخها، تحافظ على has preserved its history على تاريخها with بفخر with pride بفخر. واخر جملة بيقول لي انها مصر تستمر في الحفاظ على تراثها، يبقى دي 4. القطعة الثانية بتقول لي طبعا عندي explorer يستكشف، displays يعني يعرض او معروضات، tradition تقليد، workshops ورش، important يعني مهم. بيقول لي what makes the Grand Egyptian Museum اللي بيخلي المتحف المصري الكبير مميز هو انه مزيج من التكنولوجي اكيد والتراديشن، مزيج من التقاليد والتكنولوجيا. interactive والانتراكتيف ايه؟ interactive يعني تفاعلي، يبقى اكيد الشاشات التفاعلية، العروض التفاعلية. وبعد كده بيقول لي 3D models نماذج ال 3D ثلاثية الأبعاد and digital guide ومرشدين رقميين بيسمحوا للزائرين إن هم طبعا أكيد explore يستكشفوا. مرشدين الرقميين هيستكشفوا إيه؟ قال لي هيستكشفوا ancient Egypt مصر القديمة in different way بأشكال أو بطريقة مختلفة. The gym اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم متحف مصر الكبير also includes a conservation يعني سنتر مركز ترميم وحفظ وصيانة ومكتبة وسينما and spaces ومساحات فاضية للworkshops اللي هي ورش العمل. النص اللي بعده بيقول لي tradition يعني تقاليد وسبيشال يعني خاص أو مميز وميموريز يعني ذكريات وgathers يعني يجمع وديفرنس يعني مختلف. بيقول لي في النص هنا last summer الصيف اللي فات I spent a lot of time helping my family at home قضيت وقت طويل. I'm sorry احنا لسه في النص اللي فوق. every family كل أسرة had its own stories كل أسرة عندها قصصها وcustoms وعاداتها and ours
are no different وغالبا ما بتبقاش مختلفة. Our family loves spending time. الأسرة بتاعتنا أسرتي بتحب تقضي وقت مع بعض together and creating beautiful أكيد beautiful memories. هيبقى ذكريات جميلة تقضي مع بعض ذكريات. المسألة مش محتاجة إن احنا بس زي ما قلت لك أنت لازم تقرا الكلمات وتترجمها الأول وبعد كده تقرا النص. ذكريات جميلة. our favorite happiness يبقى our favorite أكيد العادة اللي بنحب دايما نعملها أو التقليد دي 1 وده تبقى 2. happens every Friday when the whole family أكيد gathers كل الأسرة بتتجمع. gathers at my grandmother's house تتجمع في بيت تيتا for a big lunch غدا. grandmother's cooks تيتا بتطبخ لنا her famous chicken دجاج اللذيذ بتاعها المشهور مع الرز and everyone bring something وكل واحد بيجيب معاه something أكيد special. النص اللي بعده بيقول لي بيبي سيت يعني يجلس مع طفل أو جليس أطفال. باك يارد الفناء الخلفي. كيرنج يعني يعتني بيه أو مهتم. تشورس أعمال منزلية. وتيم وورك يعني عمل جماعي. بيقول لي لاست سمر الصيف اللي فات أنا قضيت الصيف كله وأنا بساعد الأسرة. I used to help my mother كنت بساعد ماما في like cleaning يبقى أكيد دي تشورس مادام تنظيف يبقى دي أعمال منزلية يبقى بساعد ماما في الأعمال المنزلية. Sometimes I had to my little brother أقعد مع أخويا الصغير يبقى ده baby sit. ثم parents were busy we always work together in the بنشتغل مع بعض أو نعمل سويا عشان نزرع الزهور يبقى أكيد في الباك يارد الحديقة أو الفناء الخلفي. وأخيرا my parents always say أخويا بابا وماما دايما بيقولوا that is important. إيه بقى اللي مهم؟ أكيد الكيرنج أو التيم وورك بس هنا هتبقى التيم وورك لأنه هيقول لي بعد كده to make our life easier عشان يخلي حياتنا سهلة. هو أصلا بيتكلم هنا على التيم وورك. السؤال اللي بعده بيقول لي washes يعني يغسل washes يعني يغسل و exercises يعني يتدرب makes يصنع strong قوي helps يساعد. مروة تتكلم عن الروتين اليومي بتاعها and her family's chores والأعمال المنزلية فبتقول إن كل يوم الصبح هي bed يبقى make bed يعني بترتب سرير make bed يعني بترتب السرير makes bed الساعة 7 وبعد كده gets ready تبقى جاهزة للمدرسة. بعد الفصول classes she comes home بترجع البيت وبعد ما بترجع البيت أكيد some housework هنا with some housework يبقى بتساعد في الأعمال المنزلية so the home stays tidy عشان كده البيت بيبقى مرتب. أخوها نادر the dishes الأطباق يبقى أكيد بيغسل الأطباق ولا بيغسل الأطباق أوكي يبقى دي 3. وبعدين بتقول إنه بعد كده مروة does hair to stay healthy does hair exercise بتمارس الرياضة بتاعتها أو التدريبات بتاعتها. اللي بعد عندنا فلايرز اللي هي القطع اللي تستخدم في الإعلانات تستخدم في الإعلانات warm اللي بحرارة. neighborhood يعني جيرة وحي جار neighborhood جيرة أو حي سكني ونيبور يعني جار. comfort يعني راحة أو مرتاح. replace يعني يستبدل. يقول لي السنة اللي فاتت عمر 14-year-old student طالب عنده 14 سنة كان عايز something meaningful يعمل حاجة مهمة مفيدة للمجتمع فبيقول إن هو لاحظ إنه جيرانه من كبار السن عايشين لوحدهم فعمر create colorful عمل فلايرز اللي هي بطاقات دعوة يعني and shared them وشاركهم around the يبقى هو عمل بطاقات الدعوة وشاركهم مع في الحي السكني اللي هو ساكن فيه. on visiting day وعمل يوم زيارة للناس دي he greeted everyone وحيا كل واحد بحرارة warmly حيا كل واحد بحرارة. وأخيرا بيقول لي إن هو قضى وقت واستمع لكبار السن دول and brought joy وجلب لهم السعادة and comfort الراحة. القطعة اللي بعدها
القطعة اللي بعدها بتقول عندنا كلمات، عندنا build يعني يبني، وcleans يعني ينظف، strengths نقاط قوة، cares يعني يعتني بيه، protect يعني يحمي أو يحفظ. بيقولوا الأسبوع اللي فات 4 من المراهقين اتكلموا مع about their voluntary work من بعض عن الفولنتري ورك، عمل تطوعي. عزة ساعدت المجتمع، مركز المجتمعي. وفي الوقت نفسه كريم public areas، يبقى كريم عمل ايه في public areas؟ اكيد clean نظف البابليك areas. وصفاء دعمت الالدرلي بيبول كبار السن. وادم for animals، ادم عمل ايه للحيوانات؟ يبقى اكيد care for يعني يعتني بيه. صفاء وبعد كده بيقول لي ان ازاي all believes volunteering، كلهم كانوا يؤمنوا بان التطوع character نقاط قوة، strengths character نقاط قوة and ايه communities and protects communities وبيحمي المجتمع. النص الأخير عندنا ميست يعني ضباب، ثيوندر رعد، سموك دخان، variety يعني تنوع، وبروتكت يعني يحمي. بيقول لي واحدة من أهم الظواهر الطبيعية في فيكتوريا فولز اللي هي شلالات فيكتوريا اللي تقع ما بين زامبيا وزيمبابوي هو الباورفul ووتر، قوة المية اللي بتصطدم ويز المية لما بتصطدم بتعمل صوت عامل زي صوت الرعد اللي هو ثيوندرز. بتعمل صوت عامل زي صوت الرعد. وبيقول انه رور اهو يعني صوت زئير. والصوت ده لما بيعمل ميست، بيعمل ضباب، بيعمل ميست. بتقول that rises like وبيرتفع زي الدخان. لما بيعمل الضباب ده بيرتفع زي الدخان of fresh water fish. لا هو كده بيقول the smoke الدخان بقى هو بيسميه الدخان the smoke that cinders الدخان ده. another wonder is lake ملاوي. عندنا عجيبة تانية هي عجيبة بحيرة ملاوي المعروفة for its معروفة ب its protect of freshwater fish species اللي بتحفظ أو بتحمي. لا هي مش بتحمي، هي variety معروفة بالتنوع its variety التنوع الكبير للأسماك اللي بتعيش في البحيرة. النص اللي بعده بيكلمني على عندنا healthy يعني صحي، stress ضغط، balanced يعني توازن، وvegetables خضروات، وهيجين يعني نظافة شخصية. بيقول living healthy a healthy life ما تعيش حياة صحية ده شيء مهم لكل واحد. we should eat لازم ناكل، أكيد ناكل healthy، أكيد لازم ناكل أكل صحي healthy. هو بيقول لازم ناكل healthy meals. كمل that include fruits اللي بتتضمن الخضار الفاكهة والخضار، يبقى هنا vegetables and proteins وبروتينات عشان نحفظ أجسامنا قوية. drinking plenty of water نشرب مية كتير بدل ما نشرب مشروبات فيها سكر، ده بيساعدنا إن احنا stay. هنا بقى هناخد healthy لأن هنا stay healthy هي الأفضل، يبقى stay healthy دي هتبقى 3 لأن هي دي الأفضل. زي ما قلت لكم احنا بنحلش لما نخلص القراءة، والأولى ممكن تبقى balance وكده يبقى أفضل، لأن التالتة ما ينفعش فيها غير healthy، لكن الأولى ينفع فيها هيلسي وينفع فيها بالانس، فهناخد بالانس نخليها أولى وناخد هيلسي تالتة. آخر واحدة بيقول لي ريديوس يعني يقلل، هيقلل إيه؟ أكيد مش هيقلل النظافة لكن هيقلل الضغط. النص اللي بعده عندي ووتر مية، اكسرسايز يتدرب، هيلسي صحي، سليب ينام، وميلز وجبات. بيقول لي staying healthy إنك تبقى في بصحة، ده شيء كويس مهم مفيد لكل من جسمك وعقلك. لازم نشرب بلنتي، طبعا بلنتي اوف ووتر، لازم نشرب ميه كتير. وبعد كده بيقول لي plenty of water every day كل يوم and try to eat ولازم ناكل كمان اكل ايه؟ اكل صحي كالسيوم. برضو احنا بنحل لكن في الاخر لازم اتاكد لانه في كلمات تنفع في اكتر من موقع يعني. include fruits بما في ذلك الفاكهه والخضار. regular اكيد regular exercise
التدريب المنتظم. واخر حاجه عندي enough طبعا هتبقى عندي باقي عندي sleep وعندي meals، بس هو بيقول لك هنا to get enough يعني تحصل على كل ليله يبقى enough sleep. كده احنا حلينا مع بعض سؤال ال read and complete، حلينا اكتر من قطعه ان شاء الله ما يخرجش منه الامتحان. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.